هي بتترفع عشان انت راجل قليل الادب وراجل منحط ودون وكل الصفات الوسخه اساسا فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم اعزائي ومتابعين قناه ايمن الشويت على يوتيوب. عيب عليك تبقى اهلاوي ولو لسه ما عملتش لايك واشتراك في القناه دلوقتي، ده لو انت اهلاوي، لو مش اهلاوي عادي اعمل اللي انت عايزه. بس بقى يا سيدي، كان في امبارح مؤتمر عالمي لسياده المستشار مرتضى منصور. هو تقريبا لو مسك المايك وقال كلمتين، هم بيقولوا كده في قناه الزمالك انه مؤتمر عالمي وانه مكسر الدنيا وبكشف كل الحقائق، ونفس الكلام هو اصلا اللي بنسمعه من سنه 2005 من ساعه ما شفنا الراجل العيكل ده. مرتضى منصور امبارح طلع وقال لك ايه بقى في المؤتمر الصحفي العالمي ده؟ قال لك فين ال 250 مليون اللي اداهم تركي الشيخ لمحمود الخطيب؟ فين الساعات يا خطيب؟ بتاع تحيا مصر يطلع يا خطيب. يا عم الحاج، ما هو بتاع تحيا مصر متحدث رسمي قبل كده طلع وقال لك ان كل التبرعات اللي وداها تركي آل الشيخ للاهلي عندنا في صندوق تحيا مصر. عايز ايه تاني؟ ولكنه استنزاف وهري على الفاضي علشان يداروا على الخيبه اللي هم فيها، واستكمال طبعا استكمال الفرع الجديد لنادي الزمالك وانشاء استاد نادي الزمالك، ونادي الزمالك مديون بمليار و700 مليون، ده غير قضايا اللاعبين والجو ده. وطلع وفضل يهدد ويغلط في الخطيب ويلقح بالكلام، وبرضه ما اتعلمش من الدرس. برضه خليك تاني اغلط واشتم لغايه اما تتحبس تاني. ولكنه طبعا بيلعب على وتر الجماهير ومعايش الجماهير بتاعته في الحلاوه خالص، وبيوعدهم بقى بالاستاد وبفرع النادي. وامبارح بيمهد ويقول لك ايه بقى؟ شوف، هنبتدي نبني في الاستاد والفرع التاني هيتحبس بقى مرتضى منصور وهيترفع قضيه على مرتضى منصور. لا، هي ما بتترفعش عشان كده، هي بتترفع عشان انت راجل قليل الادب وراجل زباله ولسانك اصلا اصفر منك وراجل منحط ودون وكل الصفات الوسخه اساسا فيك. سوري على الالفاظ يعني. ننتقل بقى للجماعه التانيين اللي هم ايه بقى، بيصدقوا سياده المستشار يقول كلمتين عشان يطلعوا بقى ايه يمجدوا فيه. نروح بقى لعم الحاج صاحب سياده المستشار كبير الطبالين، شيخ الطبالين زي ما بيقولوا كده، محمد رجب. ده يعتبر يا جماعه بقى نسخه تانيه من مرتضى منصور، بيطلع يقول الفاظ زي الزفت على الهوا ويحكي عن قد ايه سياده المستشار كان اخوه وصاحبه، وقد ايه سياده المستشار كان تاريخه حافل بالكفاءه والعلم والمفهوميه، وانه احسن رئيس نادي في تاريخ نادي الزمالك. طالع يقول لك ايه بقى؟ طب دي انجازات مرتضى منصور، فين انت بقى يا محمود يا خطيب انجازاتك؟ فين يا محمود يا خطيب من يوم ما دخلت النادي الاهلي انجازاتك؟ حابب اعرفك حاجه بس يا عم الحاج من غير غلط عشان انت راجل كبير. كابتن محمود الخطيب اول لاعب افريقي يفوز بالجائزه الذهبيه، ده وهو لاعب كوره بس، ده غير الانجازات اللي عملها مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. نيجي بقى للجانب الاداري يا عم محمد يا رجب، يا شكلك كده موضوع السن ده فرق معاك ومفروض تروح تتعالج اساسا. يا عم محمد يا رجب، كابتن محمود الخطيب بقى رئيس للنادي الاهلي من 2017، يعني في خلال 6 سنين اهو حققنا بس 3 ابطال افريقيا وحوالي 3 أو 4 سوبر افريقي، ورحنا كاس العالم للانديه 4 مرات، وبنشارك في نهائي دوري ابطال افريقيا لرابع مره على التوالي. دي حاجات خفيفه كده، انا بقول لك بس حاجات فكه، ناهيك بقى عن السله وعن الباسكت وعن اليد وعن الكلام ده كله. كفايه ان احنا عندنا 3 أو 4 فرق في العاب مختلفه صاعدين لكاس العالم للانديه. يا جدع ده انتوا كنتوا بتاخدوا كاس دوره رمضانيه تطلعوا تحتفلوا بيه وبتلفوا بيه مصر والنادي وتفضلوا تحكوا على قد ايه ان سياده المستشار ده راجل عظيم. اقسم بالله انا الجماعه دي هتجلطني، انا بتفرج على الناس دي على فكره يوميا، ما اقولكوش ان انا مش متابعهم، لا، لان الصراحه الساعه بتاعت برنامج زملكاوي اللي يكون بيستضيف فيها محمد رجب وماجد غراب ومنتصر الرفاعي والناس اللي هم على شكلتهم باقي الشله اللي انتوا عارفينها دي، بتبقى بالنسبه لي قناه الزمالك للكوميديا والضحك. اقسم بالله دي بالنسبه لي مسرحيه كل يوم بتتقدم، بروح جاي متفرج عليها كده ومفلترها وجايب لكم اهم او اتفه حاجات اتقالت فيها، حاجات فعلا بتخلي الواحد هيطاق. المهم احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.